مساء الخير يا جماعة، لو سمحتم. لو حضراتكم بس زهرانين تظهروا معايا، بس لاني عايزة اتكلم في موضوع مهم جدا. مساء الجمال عليكم. مساء الخير. اتمنى ان الناس كلها تكون ظاهرة معايا دلوقتي. مساء الفل عليكم، مساء الجمال. لو سمحتم بس لو حضراتكم زهرانين معايا، الناس كلها تظهر كده بس معايا، بس ثواني. مساء الخير يا جماعة. أيوة، مساء الفل عليكم. مساء الجمال. مساء الهنا. أتمنى إن الناس كلها تظهر كده معايا. أتمنى إن الناس كلها تظهر معايا. مساء الفل. والله عايزة أكلمكم في موضوع مهم جدا. يعني مستنية بس الناس تظهر معايا، وابدأ أتكلم معاكم الموضوع اللي أنا عايزة أتكلم فيه. يعني انا ما عملتش حاجه، ما عملتش اي حاجه غلط علشان انا يعملوا لي حظر من البث المباشر. كل اللي انا قلته وكل اللي انا عملته، ان انا قلت ان الاعلام المصري بيخاف من الرئيس السيسي. ايه الغلط اللي انا قلته؟ انا ما قلتش ان الرئيس السيسي يعني رئيس مش حلو. انا قلت ان الرئيس السيسي ده راجل عظيم، راجل سياسي من الدرجة الاولى، راجل بيحب يعمل انجازات. بس الاعلام المصري ما بيقدرش يواجه الرئيس السيسي في مشاكل الناس. مبين له ان مصر دي عبارة عن طبق جاتوه. مبين له ان مصر دي عبارة عن طبق جاتوه، ان مصر دي عبارة عن فخفخينة. يعني الاعلام ما بيطلعش يتكلم ولا بيعمل اي حاجة ولا بيقول اي حاجة. يعني الاعلام ما بيطلعش مثلا يعمل مثلا لقاء مع الرئيس السيسي يقول له ان نسبة البطالة عالية، يقولوا ان نسبة البطالة عالية. ما بيطلعش بردك الاعلام يقولوا ان في ناس تحت مستوى الفقر. ما بيعملش مثلا الاعلام، ما بينشرش كل حاجة وما بيقولش كل حاجة. ماشي. طبعا انا نزلت الفيديو ده على صفحة هبة علي واتكلمت في الفيديو دوت. عملوا ايه بقى على صفحتي الاولانية؟ منعوني من البث المباشر. بس هم يمنعوا زي ما يمنعوا، انا عملت صفحة جديدة وبرضك كتبت هبة علي عليها، برضك هبة علي الصفحة التانية بتاعتي. فانا عايزة اقول لهم انا ايه اللي انا غلطت فيه. انا ما غلطتش في حاجة. انا بقول ان اعلام المصري، مفيش مذيع دلوقتي في الوقت الحالي بيطلع كده يقول له يا ريس، مصر فيها ناس تعبانة، مصر ناقصها مستشفيات، مصر فيها بطالة، مصر يا ريس فيها ناس تعبانة، في ناس مش لاقية تعمل عملية، في ناس مش لاقية شغل. طب احنا هنعمل ايه مع الشعب يا ريس؟ ايه اللي احنا المفروض نعمله مع الشعب؟ حضرتك بتفكر ان انت تعمل انجازات للمستقبل. طب الوقت اللي احنا فيه دلوقتي اللي هو الحاضر اللي عايش فيه الشعب المصري، ايه اللي هيحصل فيه؟ ايه اللي هيحصل فيه؟ ليه يعملوا لي انا حظر من على الفيس؟ ليه؟ انا ما اجرمتش. انا ما بكرهش بلدي وبكره الرئيس بلدي ولا انا كده، بل بالعكس والله العظيم ثلاثة. انا انسانة زيكم بالظبط واقل منكم، زيكم واقل منكم بالظبط. بس انا من النوع اللي انا صريحة شوية. يعني من النوع، انا لو انا في حاجة انا شايفاها انا بتكلم فيها. انا على صفحة هبة علي، صفحتي الاولانية اتعمل لي حظر على ان انا اطلع بس اطلاقا. ليه؟ امال لو انا كلمت الرئيس وقلت له يا ريس ان اعضاء مجلس الشعب نصهم مش كلهم يا ريس، نصهم يا ريس ما فيش خدمات للغلابه ولا خدمات للدايره بتاعتهم. ليه بيزوقوا لك ان مصر عباره عن جاتوه، مصر عباره عن فخفخينه، مصر عباره عن دوله مرفهه؟ ليه؟
ليه مش بيوصلوا لك صوت الغلبان اللي هو اقل حاجه، اقل يعني ان انت حضرتك احنا 100 مليون، احنا امانه في رقبتك بكل حاجه. وال 100 مليون دول يعني شوف بقى فيهم نسبه الفقراء قد ايه. نسبة الفقراء دي يعني بتمد ايديها ليك، ولا اعضاء مجلس الشعب، ولا يعني اقول لك ولا احزاب ولا حاجات من دي خالص بتعمل حاجة للغلبان. نصهم ما بيعملوش حاجة للغلبان. الاعلام المصري هو اللي هيضيع رئيس الجمهورية. الاعلام المصري ما بيظهرش اصلا، ما بيوصلش للرئيس ان الدنيا كلها تعب وان الناس فيها تعبانه. الاعلام المصري هو اللي هيخلي الناس تكره الرئيس السيسي ومش هتحبه مهما كان بيعمل انجازات. مع ان الرئيس دوت اقسم لكم بالله انا واحده من الناس والله العظيم ثلاثه ما بنافق، انا بحب الرئيس السيسي وبحبه جدا عشان هو راجل طموح جدا. طموح في ايه بقى يا جماعه؟ اسالوني. انا اتفرجت على فيديو بيقول انا اتمنى يبقى معايا تريليون 2 تريليون وابني بيهم بلدي. هو عايز يعمل انجازات، عايز يعمل مشاريع. طب مصر كلها ما عندهاش مانع ان هو يعمل مشاريع، بس قصاد المشاريع دي كلها لازم الناس اللي تحت ايديه، الناس اللي تحت ايديه كلها تبين له كده بكل صراحة ان في ناس تعبانة، في حاجة اسمها طبقات تعبانة، في ناس مش لاقية، في ناس مش عارفة تتجوز. الشباب دلوقتي كمية الاغتصاب، بصوا يا جماعة، كمية الاغتصاب اللي في البلد وكمية التحرش وكمية الحاجات دي. ليه كلنا ما بنسألش ليه الحاجات دي زادت؟ طب ما هو ايام الابيض واسود، ايام زمان، ايام زمان بقى كانت الناس بتلبس الحاجات قصيرة كده وما كانش فيه اغتصاب ولا تحرش. عارفين ليه؟ ايه الفرق؟ ان دلوقتي العيشة غالية، ما فيش اي شاب على وجه الارض يقدر يخش يخطب الا لما يكون معاه بنكنوت. يعني ايه بنكنوت؟ يعني لازم يبقى معاه ان هو يجيب شقة، لازم يبقى معاه يعمل فرح، يجيب عفش، يقدم مهر، يقدم حاجات كتير. طب الشاب هيجيبهم منين ومفيش دخل؟ فبيضطروا يعملوا ايه بقى؟ انا ما بتلاقي بقى معظمهم بقى عندهم انحرافات سلوكية، بتلاقيهم حصل تحرش او حصل حاجة. فيعني يا جماعة انا بقول دلوقتي رسالتي توصل للرئيس السيسي. يا ريس انا لو انا كان حلم حياتي اطلع حاجة كبيرة اساعد الناس، وكان حلم حياتي ابقى انا انسانة يعني اوصل صوت الناس الغلابة سواء صحفية او مذيعة. انا دلوقتي لو انا صحفية او مذيعة كبيرة انا كنت وقفت قدامك، لان انت مش هتقبض روحي ومش هتاخد روحي، اللي بياخد الروح المولى عز وجل. وان انت برضك انسان يا ريس اكيد عندك رحمة وعندك قلب طيب، وان انت بشوفك بتنزل بعربيتك على النت بتسلم على الناس الغلابة، يبقى حضرتك انسان رحوم. انا بقى لو كنت انا مذيعة ولا صحفية كبيرة كنت هسألك اول سؤال، هسأله لك هقولك يا ريس طب الشعب في طبقات من الشعب، هتقولي ايه الشعب؟ اقولك في طبقات من الشعب تعبانه. هتقولي ازاي؟ هقولك غلو الاسعار. غلو الاسعار، الفقير ما بقاش قادر يصرف. يعني ايه؟ يعني كانت زمان الناس بتعيش بال20 30 جنيه وال50 جنيه، دلوقتي يا ريس ال200 جنيه ما بيكفوش يخشوا السوبر ماركت ويطلع البني ادم اكنهم ولا حاجه. يخشوا بس السوبر ماركت، تمنا جبنه تركي، تمنا جبنه بيضه، كيس لبن، بامبز، مش عارفه ايه، بتلاقي الناس دخلت وطلعت من غير الفلوس. ماشي. هقولك ان الفقير ما بيلاقيش ياكل، في ناس مش لاقيه تاكل. لان هقولك ان الدوله دلوقتي بقت مقسومه لاتنين، مقسومه لطبقتين، يا غني قوي يا فقير قوي. الطبقه الوسطى دي اتمسحت. ماشي. هقولك يا ريس كمان ان نسبه البطاله عاليه جدا. شباب مصر دلوقتي 3/4 شباب مصر ونص شباب مصر بيدمن المخدرات وبيدمن الاستروكس والهيروين والموتريل والكلام ده كله من قله الشغل والانجاز. الشباب عايزه تنسى. هقولك يا ريس لو سمحت انت بتعمل انجازات، خد شباب مصر معاك تساعدك في الانجازات دي ان شاء الله، حتى يلموا الطوب ويلموا الحاجات ويبنوا معاك المشاريع اللي انت عايزهم وطلع لهم الدخل ان هم يقدروا يفتحوا بيت بيها.
هسألك هقول لك حاجة تانية، هقول لك يا ريس لو سمحت، في مستشفيات نرجو من حضرتك ان انت تكلم وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، في مستشفيات كلها اهمال. انا لسه يا ريس منزله على الصفحة بتاعتي واحد تعبان مرمي عند القصر العيني اسبوع، راجل عجوز الدبان وكل حاجة مالية وشه. هتقولي ايه تاني؟ هقول لك يا ريس محتاجين اسكان للشباب زي الاول. شباب مصر ما محوش يجيب شقه ب100,000 جنيه ولا ب200,000 جنيه دلوقتي ولا زياده. اسكان بقى للشباب والشباب تقسط معاك. بس احنا ده اللي هقول لك يا ريس، عايزين عيشه كريمه، عيشه نعيشه اقل حقوقنا ناكله ونشربه، وان الشعب ياكل ويشرب. انا يا ريس مفتخره بيك كرئيس جمهوريه، كأن يعني لانك رجل من رجل جيش وسياسي من الدرجه الاولى جدا جدا جدا، وان انت رجل عظيم 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 عظيم، وانا بحبك جدا جدا، وبحب الرئيس السيسي جدا جدا. وانا مش بخاف بردك ومش بقولها خوف، انا بقولها باللي انا بحسه جوايا، لانه راجل طموح. لكن ما بحبش يعني تفكيرك في الشعب بسيط. تفكيرك في الشعب، كل تفكيرك يا ريس في الانجازات. فانا برضك عذر حضرتك عشان حضرتك ليك 2 عينين بس، مش هتقدر تشوفنا كلنا. المفروض بقى اللي تحت ايد حضرتك، اللي تحت ايد حضرتك من اول عامل النظافه لحد عضو مجلس الشعب لحد الوزير لحد كل دول، هم اللي يشتغلوا وهم اللي يبينوا لك ان مصر احنا في ظهرك يا ريس. احنا في ظهرك يا ريس، انت اعمل انجازات واحنا هنشوف الشعب. لكن معلش يا ريس، كل واحد انا شايفاه مش شايفه فيه، انا مش شايفه فيه. كل ما اكلم حد يقول لي اصل العيشه غاليه، واصل انا مش لاقي، واصل انا مش عامل، واصل انا تعبان، واصل انا واصل انا واصل انا واصل انا. زمان ما كانتش كده. يعني ساعات الواحد بيبقى نفسه في حاجه ما محوش يجيبها. طب ليه؟ ليه؟ ليه يعني؟ ليه كده؟ ايه تاني يا ريس؟ انا متشكره جدا على الحظر اللي هم عملوه. انا والله يا ريس ما استحقش ان يتعمل لي حظر على الصفحه بتاعتي، انا ولا ارهابيه ولا اخوانيه. انا بحب مصر، بحب مصر، مصر الارض اللي اتربيت عليها، مصر الوطن اللي انا اتربيت عليه. مصر دي ارضي وارض اجدادي. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. انا بحب بلدي لحد اخر يوم في عمري. مصر اللي هتدفن فيها وهموت فيها. مصر الفلاح المصري هو اللي بيأكلني وبيأكل عيالي، الفلاح الأصيل. فأنا ليه اتعمل لي حظر؟ ليه اتعمل لي حظر على البث المباشر بتاعي؟ أنا عملت صفحة تانية. يعني انتوا مهما هتعملوا لي حظر أنا كده ممكن كده يعني ايه أعمل صفحة تانية كده. ليه انتوا كده بتعرفوني إن أنا صح، وإن انتوا إن في ناس هي اللي غلط، إن في ناس هي اللي غلط. يعني ربنا يعينك يا ريس. بس رجاء انا مش هقول لك بقى يا ريس، انا هقول لك كده بلغه الشعب، بلغه الشعب، بلغه الشعب المصري، بلغه بنت البلد، باللغه العاميه. انا مش هقول لك يا ريس، انا هقول لك انا بنتك، انا بنتك. لو سمحت، لو سمحت صوتي يوصل، لو سمحت. مع ضمن الانجازات اللي انت بتعملها، عايزين نظرة من حضرتك صغيرة، نظرة للشعب المصري وتمدله ايديك، ونظرة شباب مصر ان هم يلاقوا فرص عمل، وان هم يلاقوا يتجوزوا، وان هم يساندوك، والقضاء على المخدرات والقضاء على البطالة، والقضاء على الفقر والجوع، والقضاء على الغلا. فتحيا مصر. بردك قبل ما اقفل، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. وانا يا جماعه كل اللي بيتفرج عليا دلوقتي صدقوني والله انا زيكم خالص، انا مش اخوانيه ولا الكلام من ده. بصوا انا حاطه مكياج وعامله شعري وما بحبش الاخوان اصلا، والله العظيم 3 ما بحب محمد، يعني الله يرحمه يعني ويجعل انا ما بحبش محمد مرسي ولا احب بتوع رابعه دول ابدا. انا بحب بلدي، ومن حبي الشديد في الناس انا انسانه طيبه. والله العظيم 3 انا ساعات بيبقى معايا اقل القليل واقسمه بيني وبين اي حد. انا لو انا ربنا عطيني، اصل انا عارفه يا جماعه ان الدنيا عباره عن كفن صغير،
وعبارة عن شبر في شبر. مهما هعمل فلوس، مهما هيبقى معايا كتير، مهما هيبقى معايا عربيات، مهما هيبقى معايا ده كله، كل دوت يعني ولا حاجة. فكنت اتمنى ان انا اساعد الناس، آه، واكون معايا فلوس واساعد الشعب المصري. واتمنى ان انا يعني اشوف الشعب في خير وسلام. انا بحب الناس كلها، شعب مصر كله اهلي. انا بحبكم قوي. تحيا مصر، تحيا مصر. كل اللي يشوف الفيديو دوت ينشره. طالبه حاجه منكم كمان. طبعا انا عندي صفحه تانية عليها صورتي برضه، اسمها هبه علي. تابعوا الصفحه دي وتابعوا الصفحه دي. وقبل ما اقفل معاكم بقى، انا عندي قناه على اليوتيوب اسمها هبه علي صوت الغلابه. قناه على اليوتيوب هبه علي صوت الغلابه. ارجو من حضراتكم ان انتوا تعملوا لي مشاركه في القناه دي، تعملوا لي مشاركه في القناه دي. ومتشكره من حضراتكم جدا وتحيا مصر البلدي. ومتشكره جدا ان انتوا سمعتوني، وشكرا.